بُصّوا يا شباب، دلوقتي في كلمتين بصراحة محشورين في زوري من زمان وهاموت واطلّعهم، وما صدّقت بصراحة إن أنا مسكت الكاميرا يعني تمام. دلوقتي يا معلم هاقول جملتين كده. أنا مش جاي أثير الجدل ولا جاي بقى أعمل trend وأقول جملتين بقى عشان أجيب views والكلام والشغل دوّة. لا، 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 بجد أنا هاقول لك جملتين وهاقول لك كل الدلايل. وباعذركم يا جدعان، مش عايز حد يخش يشتمني في الكومنتات. لا، لا يشتم على فكرة هاعمل له بلوك على طول تمام. خلّينا نتفرّج على الفيديو للآخر، ويا ريت بجد بالمناسبة يعني لو حبيت تبعت فيديو لأبوك وأمك أنا عن نفسي أنا في الفيديو ده مش هاراعي بقى كلام أبويا، كلام أمي، كلام خالتي أنت فاهم. لإن أنا عارف صراحة إيه إن أنت يعني هتقول يعني كذا واحد بيقول لي أنت إزاي يعني إزاي تقول الكلام دوّة وأهلك بيتفرّجوا عليك تمام. بالنسبة لي أهلي بيتفرّجوا عليّا في الفيديوهات ديّة تمام. بس أنا هاقول الحقيقة يعني المُرّة بقى تمام. أشرب بس كوباية الشاي. تمام. ركّز معايا يا معلم دلوقتي. الشهادة 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 اللي أنت المفروض هتستلمها بعد التخرُّج. الشهادة دي يا معلِّم لأي شاب طموح ركّز معايا، ركّز في كلامي ده كويس أوي. الشهادة لأي شاب طموح هتدمّر حياته. إيه ده، إيه ده يا عم، إيه ده، ده أنت بقى أنت عايز بقى تثير الجدل بقى وما أعرفش إيه. لا، 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 ده أنا هاكلمك بكل الأدلة، كل الأدلة هاكلمكم بيها تمام. لكن يا معلِّم اللي عايز يعيش عيشة عادية، عيشة يعني مش عايز أقول عيشة استعبادية تمام. فالشهادة ديّة هتكون حاجة يعني وسيلة ممكن تفيده، غير اللي الشاب الطموح اللي عايز يبقى حاجة، اللي عايز يبقى غني من وهو صغير، عايز يبقى فعلًا يعني غني من وهو سِن صغير. فالشهادة ديّة يا معلم مش بس مش هتفيده، لأ هي هتدمّر حياته. وهاتكلم على طول بقى يا معلم هاخش في الفيديو تمام. تمام. ركّز بقى يا معلم بقى دلوقتي كويس أوي لإن عارف دلوقتي طبعًا إن الثانوية العامة النتيجة ظهرت من كام يوم كده. فأنا مش جاي أطبطب عليك ولا جاي بقى اديتك الجملتين دول عشان جاي أطبطب عليك. لا، 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 هاتكلم معاك بكل الحقيقة المُرّة. تمام يا معلم ماشي. ركّز بقى معايا. دلوقتي يا معلم دلوقتي أنت تخيّل دلوقتي إنك فتحت مشروع تمام. فتحت مشروع محل يا سيدي، محل بقالة تمام. والمحل دوّة أنت دلوقتي عشان تكسب منه وتتوقع إنك تكسب منه كتير، قد إيه مثلًا ممكن تاخد منك يعني قد إيه من الوقت؟ سنة؟ لا، لا يا عم مش الدرجة دي، 5 سنين، 10 سنين. إيه رأيك؟ بعد التسويق وبعد أمّا اتعرفت وبعد ما حطيت نفسك في المكان الكويس وبعد ما جالك عميل و2 و3 و4 وجابوا لك كذا زبون. 10 سنين كتير. ففي الآخر أكيد طبعًا هييجي لك مكاسب حلوة وساعتها هتشغّل بقى ناس أكتر وما أعرفش إيه والكلام ده، صح والّا مش صح؟ صح. طب تخيل يا معلم دلوقتي إنك بتضيّع أكتر من 20 سنة من عمرك. أنت متخيل 20 سنة أهلي وأهلك والمجتمع بيفرضوا علينا من وإحنا صغيرين، من وإحنا بقى عندنا 6 سنين، يقعدوا يقولوا لك ذاكر وضيّع من حياتك 20 سنة عشان في الآخر إيه يا بابا، إيه الكنز اللي هاخده في الآخر، إيه الفلوس، إيه الملايين اللي هاخدها اللي هتدِر عليّا الملايين كلّها اللي هاحطها مقابل 20 سنة من عمري، من حياتي، إيه اللي هيدِر عليّا في الآخر؟ هيدِر عليك يا حبيبي إنّك تشتغل في الآخر عبد والّا موظّف عند واحد أصلًا ما عدّاش على السنين اللي أنت اللي عدّيتها دي كلّها. أنت متخيّل؟ يعني إيه طب إيه تاني يا بابا، وإيه كمان؟ وفي الآخر بعد أمّا تعيش ال20 سَنة من عمرك اللي هتفضل مقضّيها مذاكرة وما أعرفش إيه، وتقعد تذاكر لي في إنجازات محمد علي، وتقعد تذاكر لي في مشتقة الجتا ومشتقة الجا وخوارزميات مش عارف إيه، وحشائش السبانة بتصُب في خليج إيه، ومحمد خالد توفيق ما أعرفش بيعمل إيه، والحرب العالمية التانية ومحمد ومش عارف صلاح الدين الأيوبي. أيوه يا جماعة وصباح الفل. وأنا، يعني أنا إنجازاتي فين؟ يعني أنا أمّا أقعد أقعد أدرس في محمد علي وما أعرفش إنجازاته والجيوش ومش عارف أنا فين صباح الفل. لا، لا، لأ، أنت ما لكش دعوة. أنت ذاكر إنجازاته عشان تعرف تحل في الامتحان. أيوه وبعد ما أحل في الامتحان هتخش السنة اللي بعدها. أيوه وبعدين؟ هتخش السنة اللي بعدها وبعدين برضه مش فاهم. هتبقى عندك 20 سنة وبعدين؟ هتخش كلية طِب! ده بجد! الله! وبعدين بعد ما تخش كلية طِب هتداين أبوك وأمك وخالتك وعيلتك ب100,000 جنيه في السنة. طبعًا ده minimum أنا ما أعرفش، بس يعني ده بواقع واحد زميلي كان معايا في ثانوية عامة وبيقول لي طبعًا هو دخل معايا ثانوية عامة بس باشوف بسم الله ما شاء الله عليه يورّياني. هو طبعًا متوقع ده النجاح تمام. بس أنا هاكلمكم دلوقتي هامشي معاكم في الكلام يعني. طبعًا دلوقتي بيدفع في الكلية 120,000 تمام. طبعًا هو حكومي مش خاص. خاص ديّة هتدفع 300,000 و400,000. ده اللي أنا سمعته على الخاص. والأهلية برضه هتدفع حوالي 200 وشوية. ده طبعًا ده عشان حكومي بتنسيق والكلام دوّة هيدفع 120,000.
وابوه مش مقتدر ماديا. تخيل يا اسطى، هيدين ابوه وامه واهله كلهم، هيدينهم بفلوس ويحبس ابوه عشان في الاخر يدفع 120,000 جنيه في السنه. تخيل لمده 7 سنين، 7 سنين كليه يفضل يدين في ابوه في الفلوس دي كلها، وفي الاخر يبقى عنده 25 سنه. وبعد ما يبقى عنده 25 سنه يبدا يشتغل. طبعا هيشتغل في ايه؟ يشتغل في مركز طبي. صاحب المركز اصلا ما دخلش اصلا كليه. بس يا عم ماشي بعيد، كبر دماغنا. يا عم دلوقتي بقيت احلى دكتور في الدنيا، وبقيت زي ما بيقولوا ايه، الدكتور قد الدنيا يعني. تمام. بعد ما تشتغل اول سنه، انت فكرت اول ما تتخرج هتاخد 30,000 جنيه 50,000 جنيه تبقى قاعد في بيتك؟ مفيش منه الكلام ده يا حبيبي، انت لسه تحت التدريب، يعني هيمص دمك في الفلوس. تمام تمام. طب ده رقم واحد. طب وبعدين هتبدا تعيش يعني هيبدا يجي لك بقى مرتب كويس في الثلاثينات. جميل جميل. المرتب الكويس ده بقى هتجيب بيه شقة، ولا هتجيب بيه عفش، ولا مهر، ولا شبكة، ولا هتتجوز بيه، ولا هتدفع ديون أبوك اللي دفعها لك، ولا هتروح تشتغل أصلا وأنت في الجامعة هتروح تشتغل وهتسد في إيه ولا تعمل إيه؟ أنت دخلت في، يعني يا جدعان والمصحف والله العظيم الكليات دي سبوبة بنت حرام. أنت متخيل؟ والله يا جماعة سبوبة بنت حرام. يعني أدفع في كلية، يعني وفي الآخر أروح في الآخر أشتغل في الآخر ب10,000 جنيه. يعني طب ليه؟ طب ما كان من الأول. وفي الآخر يبقى عندك 35 سنة تبدأ تتجوز وأنت عندك 35 سنة. في الآخر تبقى عايش عيشة عادية برضه، اللي هو تروح الشغل وترجع البيت. بس إيه ده؟ أنت أبوك وأمك وكنت هتحبسهم. طبعا يعني لأن إحنا معظمنا كشباب يعني ظروفنا على قدنا، تمام، أو ظروف الأهالي عموما يعني. تمام. واللي بيحرق في دمي اكتر، الاقي واحد زميلي ابوه وامه يعني فئه متوسطه، ورايحين يروحوا يدفعوا، يقول لك عشان يعني ازاي ابني ما يشرفنيش قدام خالاتي وابوه ما يفوش قدام عمامه، فيروح يدفع لابنه فلوس في اسمه دوت في كليه خاصه. هو ايه يا جدعان العبط ده؟ لا 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 لا، بجد بجد ايه يعني؟ انا عارف طبعا انت ممكن تقول ان انا قليل ادب. لا لا بجد بجد يعني هو ايه التفكير ده؟ وفي الاخر ابنه بقى، بابا انا عايز ابقى غني. تعمل ايه يا ابني؟ هفتح عياده. ايوه بعدين هو انت المفروض تفكر الموضوع بسيط. تفكر انت بعد ما يبقى عندك 50 سنه هتبدا تحوش، يبقى تفضل تحوش تحوش عشان تجيب عياده تفتح عياده. يبقى عندك 40 سنه 45 سنه في الاخر تفتح عياده، عقبال ما تعمل لها تسويق، عقبال ما تتشهر، وعقبال 55 سنه. صباح الفل، بقيت غني على الخمسينات والستينات. فكك بجد. فكك من الطقمتين اللي بيلبسوهم الدكاتره وهم ماشيين في الشوارع. فاهمني؟ اعمل حاجة لنفسك يا ابني والمصحف. أنا الجملتين دول أول ما قعدت أستوعب يا جدعان، وده اللي خلاني بقى يعني بصراحة أنا عايز أحكي لكم برضه يعني دي من قصتي أنا ما كانش ده تفكيري خالص من بعد تالتة إعدادي. قصدي من قبل تالتة إعدادي، من قبل أولى ثانوي، آسف، قبل أولى ثانوي ما كانش ده تفكيري خالص. أنا من الشباب اللي كنت بجيب 99% 100%. يوم ما كنت بجيب 97% كان أبويا بيعمل لي مذبحة في البيت، يعني اللي هو أنت ما تاخش ما تتكلمش معايا اصلا. يوم ما جبت 98%، يعني انا فاكر انا في ستة ابتدائي جبت 99.7 من 10. ف طبعا جيت طبعا تالتة اعدادي، طبعا عيطت جامد لما جبت 262 من 280. عيطت، وابويا ساعتها قال لي خلاص بقى وما اعرفش ايه وبتاع. كانت اولى ثانوي، ومن هنا ولقيت بقى دماغي دي دخلت بقى يا جدعان. والاقي ناس في يعني الاقي كتير يقول لك الثانويه العامه مش كل حاجه. استغرب، يا جدعان امال كام ايه ده علي ده ايه؟ يجي يقول لي يا عم ده العيال دي فشله عايزين يفشلوك. فانا برضو يعني قلت اما اسمع من الطرفين، فاكتشف فعلا مش ان كلام اهلي بس، يعني هو مدمر، بس هم مش واخدين بالهم. انت متخيل؟ يا عم علي انا حلم حياتي ابقى دكتور، جميل وعيني على راسي. ليه بجد؟ ليه المنظومه او المجتمع ما يعملش مثلا، يقول والله مثلا انت بس عايز تبقى دكتور، حلم حياتك تلبس سماعه ومش عارف ايه وشغل الدكاتره دوت. ليه ما تتعلمش في السنين اللي انت ضيعت فيها عمرك، ال20 سنه اللي راحوا من حياتك، ليه ما تتعلمش فيهم حاجات خاصه بالدكاتره؟ يعني انت من الحاجات بجد العقيمه بجد اللي بتخش دماغي، تخيل انت مثلا عايز تدرس برمجه،
اقول لك يا معلم روح ادرس جرافيك ديزاين. يا عم ايه اللي جاب الجرافيك ديزاين للبرمجه؟ هو كده يا عم؟ ازاي هتقول عليه واحد حمار صح كده؟ جميل. طب انت دلوقتي مثلا عايز تبقى ايه؟ عايز ابقى دكتور. جميل، ادرس حاجه ليها علاقه بالايه، بالدكتوراه بقى والطب وما اعرفش ايه. وانت مثلا عايز تبقى اسنان فتدرس حاجات مثلا ازاي تصلح السنان، ازاي تبيضها، ما اعرفش ايه الكلام ده المفروض تدرسه في السن في السنين دي. لا، هتدرس ايه يا معلم؟ هتدرس مشتقة الجتا بتساوي ايه، ومشتقة الجا، وانجازات محمد علي. يا عم ايه اللي جاب محمد علي للطب؟ يعني ايه اللي جاب ده لده؟ ولو غلطت في السؤال، في سؤال من انجازات محمد علي، هتخش الجارة. لكن لو نجحت كده احنا تأكدنا ان انت فعلا بقيت مؤهل انك تخش طب. يا سلام على الدماغ. حاجات عقيمة وحاجات عبث والمصحف. يعني انا بجد انا مش عارف بجد انا هنزل الفيديو ده ازاي وابوهم يتفرجوا عليه. انا بصراحه الفيديو طبعا مش هعمل له اي مونتاج، انا هنزله كده على طول. آه بس كده. طبعا دي طبعا كوبايه الشاي الحلوه كنت عمال اشربها. اه انا رجلي نملت. فانت متخيل العبث اللي احنا فيه؟ تخيل تفضل 20 سنه ويا تتعلم فيهم حاجه، ده انت بتتعلم فيهم حاجات بعيده بعد، يعني فاهم، يعني بعيده بعد عن المجال اللي انت فاخر تدرسه. يعني يا بابا انت بتقولي هتبقى طبيب، هتبقى مهندس. ايوه يا بابا في الاخر. طب ما تعلمني حاجات عن الهندسه؟ لا، انت تدرس جغرافيا وتاريخ. يا بابا اللي جاب الجغرافيا وتاريخ لهندسه. انت دلوقتي مش انت دلوقتي يا حبيبي تبع منظومه. بابا ممكن اخرج بره المنظومه ديت طالما انا شايفها ان هي مش في مصلحتي؟ لا، هتخش فيها لان انت دلوقتي هتبوظ سمعتي وهتبوظ سمعه امك قدام خالتها. يا بابا طب وانا؟ تولع تولع. فديت بقى ايه، والناس بتيجي تقول لي يا عم ده انت اوفر قوي. تولع ايه يا عم؟ ابوك وامك مش قاصدين. لا 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 لا، اسمع الفل. انا اقول لك بقى يا عم، انا بقول لك يا معلم دلوقتي اللي حصل لي بقى في ثانويه عامه. بالمناسبة يا جدعان أنا فاكر كمان دخلت معهد. طبعًا بقى مش معهد، دخلت معهد بقى أنت عقود بقى. ده أنت بتحقد بقى على المهندسين والدكاترة، عشان كده بقى إيه يا معلم إيه، عشان كده أنت إيه محروق. لا، لا، لا خالص بالعكس. أنا بقى دلوقتي دلوقتي ولا حد فيهم يعني حاططني في دماغه، وبالعكس آآ ثانوي بس. بالعكس قاعد براحتي، باتعلّم في حاجات أكتر، بادرس لغات أكتر، يعني وقتي بقى كلّه ليّا. أنت متخيّل؟ يعني حتى المعهد ما بقيتش أصلًا أروح أصلًا كتير يعني، ما بقيتش أروح غير على الامتحانات أصلًا. أنت متخيّل؟ يعني أصل أنا هادرس إيه صباح الفل يعني بعد ما أدرسه. الفكرة بس الوحيدة يعني ديّة بس الحاجة يمكن اللي يعني أنت ودي برضه حاجات برضه العباسية بصراحة اللي أنا يعني سمعتها برضه. يقول لك إيه، يا علي لا يا علي الشتا مهمة. الشتا مهمة في إيه؟ هتفيدك يا عم، يعني هتفيدك مثلًا في الجواز. يعني أنت عايز تقول لي إن أنا أضيّع 20 سنة من حياتي عشان في الآخر أعرف أتجوّز؟ أتجوّز واحد مقتنع بالشهادة؟ ما يولع. ما هاروح مليون بنت تانية هتوافق عليّا لمّا يبقى معايا فلوس. صباح الفل. أنتِ دلوقتي مثلًا أنتِ كبنت، أنتِ بنت بتتفرّجي عليّا دلوقتي في الفيديو، أنا ما أعرفش طبعًا. أنا يعني احتمال أصلًا الفيديو أصلًا ما يجيبش مشاهدات أصلًا، تمام. بس أنا باتكلّم بجد كلام عقلاني. أنتِ دلوقتي مثلًا كبنت بتتفرّجي عليّا، هتروحي دلوقتي تتجوّزي واحد لسه عنده 28 سنة، يا دوبك مثلًا متخرّج، مش معاه قرشين في جيبه، وهتروحي تتجوزي واحد غني ومن صغره. هتروحي تتجوزي مين والّا مين؟ إمم، صح والّا مش صح؟ أصله الغني ده يعني هو ليه هيجيبه وهو يعني الفلوس دي حرام؟ ما ده بيجيب فلوس، ده بيجيب فلوس. ده جابها بالحلال وده هيجيبها بالحلال عادي، الاتنين واحد. بس الفكرة ده هيجيبها متأخر شوية. ليه؟ بسبب إنه اتّبع تقاليد المجتمع. طبعًا تقاليد المجتمع طبعًا هتوديك طبعًا في داهية، للأسف يعني ده في الآخر أنا اكتشفته في الآخر. فيا ريت بجد يعني، يا ريت بجد المجتمع ده بجد يتصلّح، لإن بجد بقت حاجات عبثية بجد والله العظيم بجد حاجات عبثية والمصحف. واللي بيحرم أكتر بقى الفيديوهات بتاعة الثانوية العامة، وييجي لك بقى مستر محمد صلاح ومستر مش عارف خالد صقر ومساتر اللي هم بتوع الثانوية العامة دول، والحلم، ويجيب لك ما أعرفش مين المطرب والّا المطرب إيه آسف، اللي هو الواد اللي هو اسمه فارس عباد ده اسمه إيه؟ مش فارس عباد، اسمه إيه اللي بيطلع معاهم ده، بيقعد يغني، تمام. بس مش هيغني فيها موسيقى، لأ يعني اللي هو يعني إيه أناشيد وكده. والحلم وحياتك والمستقبل وذاكر واقرص على نفسك. أيوه بعد ما أقرص على نفسي، إيه في الآخر اللي هيعود عليَّ؟ ما دي بقى اللي أنا بقى عايز أفهمها. يا جدعان إيه اللي هيعود عليَّ؟ هيعود عليك في الآخر إنك في الآخر هتبقى موظف عند واحد في الآخر ما دخلش كلية أصلًا. أنتم متخيلين يا جدعان؟ أنتم متخيلين يا جدعان العبث اللي إحنا بقينا فيه؟
حاجات بجد متخلفة. يعني أنا بجد نفسي بجد الفيديو يوصل لكل أب وأم ويفهموا الكلام، مش يقولوا إيه ده الله بُص الواد الفاشل ده، أنتم جايبين يا جدعان جايبين واد فاشل قاعد لي ومش عارف ورا إيه يعني حتة عيّل جاي قال لك ما أعرفش إيه وبتاع، أنت هتمشي ورا الكلام المتخلف ده؟ لا يا امشي ورا كلام أبوك وأمك طالما هُم طبعًا شايفين طبعًا مصلحتك تمام، هُم المفروض طالما هُم شايفين مصلحتك، المفروض إن هُم ما يضيعوش سنين عمرك دي كلّها على في الآخر إنّك في الآخر تشتغل في الآخر موظف، صباح الفل، طب ما كلّنا موظفين بقى، أنت فاهمني؟ أنا شايف بصراحة ده اللي أنا شايفه، أنا دلوقتي مثلًا دلوقتي شاب دلوقتي عندي 18 سَنة، لو اشتغلت على نفسي دلوقتي وقرصت على نفسي، اتعلّمت تعليم ذاتي اسمه دوّة، شُفت لي مهارة اتعلّمتها، مهارات أونلاين كتير اتعلّمتها. كلّمت عُملا كتير، طب ما طبيعي هتبقى غني يا اسطى، وأنت عندك 20 سَنة 19 سَنة 20 سَنة، مش هافضل ماشي ورا كلام أهلي، يا جدعان أنا مش باقول لكم برضه عشان برضه إيه الجماعة اللي هُم إيه يقول لك إيه مش باقول لك يعني إيه أبوك يقول لك كلمة تقول له لأ، يعني هُم فاهم اللي هو إيه هُم يقولوا لك يمين تقول لهم شمال، مش قصدي برضه أنت فاهمني، طبعًا أكيد طبعًا فاهمين كلامي يعني. ف يعني شايف أنا الفيديو بتاعه دخل على 16 دقيقة، طبعًا أظن طبعًا أنتم فهمتوا كلامي يعني. آمم، لو الفيديو عجبك ما تنساش بجد تعمل لايك، تكتب comment تقول لي يمكن مثلًا فيك مثلًا رأي مختلف والّا حاجة، تقول لي مثلًا رأيك أنت شايف إيه بصراحة في الحوار دوّة، وبس يعني مش عايز أطوّل عليكم أكتر من كده، سلام. Free audio post production by alphonic.com